في وقتنا الحالي، كرتون عائلة ذا سيمبسون أصبح واحد من أشهر المسلسلات الكرتونية الأمريكية، مع أنه في كثير من الناس يمكن أن تكون لا تعرف شيئا على هذا الكرتون نفسه أو عن قصته، ولكن بدون أي استثناء الكل سمع عن التوقعات والتنبؤات الغريبة التي تظهر في هذا الكرتون. وعلى مدى سنوات كان الكرتون يتوقع ويتنبأ حدث كبير سوف يحصل في المستقبل، والمفاجأة أنه بالفعل الحدث هذا يحصل على أرض الواقع بعد سنوات. وهذا الشيء قام بترك بعض الناس تعتقد أنه هذا الكرتون يتنبأ بالأحداث المستقبلية، والنصف الثاني من الناس تقول أن الذي يحصل في هذا الكرتون ليس بتنبؤ ولكن مخططات مرسومة من مجموعة من الناس، وهذه المخططات تحصل في المستقبل على أرض الواقع في الوقت المناسب بالنسبة إليهم. وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن المزيد من التوقعات التي ربما سوف تحصل في نهاية هذه السنة التي هي سنة 2022. بعض هذه التوقعات حصلت مثل جدار القرود، وبعضها لم تحدث بعد مثل الفريق الذي سوف يفوز في نهاية كأس العالم لقطر سنة 2022. فقبل ما نبدأ لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك، وهيا بنا نبدأ الحلقة. يقام كأس العالم كل 4 سنوات، ويشارك فيه 32 منتخبا يتنافسون فيما بينهم على اللقب الكبير. تتأهل المنتخبات للبطولة عبر التصفيات القارية، والبطولة تمثل صورة رائعة للجماهير الذين يجتمعون بشغفهم لمشاهدة هذا الحدث. وستقام هذه السنة في قطر بنسختها 22 من بطولة كأس العالم بالفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام نفسه. بالإضافة إلى ذلك ستكون البطولة الأخيرة التي سيشارك فيها 32 فريقا مع زيادة 48 فريقا في بطولة كأس العالم التي سوف تنظم 2026 التي سوف تقام بنسخة مشتركة في كل من أمريكا والمكسيك وكندا. والآن لنعود إلى موضوعنا الأساسي، وهو تنبؤات مسلسل ذا سيمبسون بمن سيلعب النهائي وأيضا من سيفوز به مع بعض أحداث المباراة النهائية. إلى الآن نحن ما عندنا أي فكرة بمن سيفوز بكأس العالم، فالأمر مستحيل لأن العديد من الفرق القوية مستوياتها قريبة من بعض. ولكن كرتون عائلة سيمبسون توقع بأحد حلقاته أن البرازيل هي التي سوف تفوز بكأس العالم لسنة 2022 في الحلقة رقم 16 من الموسم 25. الحلقة تكلمت عن الأحداث التي سوف تحصل في نهائي كأس العالم، وفيها الشخصية الرئيسية وواحد اسمه هومر سيمبسون، ثم اختياره من أجل أن يكون الحكم في هذه المباراة النهائية. على حسب كلام الكرتون يتوقع أن المباراة النهائية ستكون بين ألمانيا والبرازيل. ففي الحلقة كان أكثر من حدث ذكر غير فوز البرازيل، مثل في المباراة كان في لاعب يشبه نيمار انصاب بإصابة قوية ولم يستطع إنهاء المباراة. يعني في الكرتون يتوقعون أن نيمار لن يلعب النهائي كاملا. في المباراة أيضا وضحوا أن البرازيل حاولت أن ترشي الحكم أكثر من مرة من أجل فوز البرازيل في النهائي، ولكن الحكم كان يرفض أخذ الرشوة منهم في كل مرة. وبالفعل على مدار السنوات طلعت إشاعات كثيرة تقول أن الغش يحصل في كأس العالم، وخصوصا موضوع أن فريق معين يرشي الحكم من أجل مساعدة الفريق على الفوز. وهذه كانت كل الأحداث المهمة التي ذكرت في نهائي كأس العالم. فخلينا نشوف هل هذه الأشياء ستحصل أم لا. في النهاية نختم بأن لا يعلم الغيب إلا الله،